السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير، وكنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو اللي درت لكم قبل على ود الناس اللي بغاو يمشيو يحترفوا في المواي الملاكمه التايلانديه في تايلاند. كنتمنى يكون عجبكم داك الفيديو. بغيت نساليو هذا الفيديو اللي بالنسبه للناس اللي ما تفرجوش يعاودوا يرجعوا عليه. المهم نخليه لكم هنا ولا هنايا، غالبا يطلع لكم هنايا الاشعار. المهم تفرجوا فيه حتى هو، ديروا واحد لايك وواحد كومونتير. المهم الموضوع ديالنا اليوم غادي نهضروا على بالنسبه للناس اللي بغاو يجيو لتايلاند سياحه، مثلا بغاو يدوزوا سيمانه 10 ايام 15 يوم. يعني نقترح عليهم انا واحد البروغرام. الناس اللي ما عارفينش مثلا نقترح عليهم واحد البروغرام كيفاش مثلا يقتصدوا في البيدجي ديالهم، المبلغ ديالهم اللي يجيبوا، كيفاش يعيشوا زعما شي حياه اللي ديال الرفاهيه زوينه في 15 يوم ولا 10 ايام هذه. المهم بقاو معايا وما تنساوش واحد لايك دابا وكومونتير وبارطاجيو الفيديو الا عجبكم من تكملوه. المهم يلا خليكم معايا، احنا رجعنا لكم. المهم كما كتعرفوا بزاف ديال الناس مؤخرا ولاو كيجيو كيسافروا لتايلاند، خصوصا الناس المغاربه كيجيو لتايلاند بزاف، وكاينين بزاف ديال المتزوجين كيبغيو يدوزوا شهر عسل في تايلاند. المهم اون جينيرال نهضروا على كاع الناس اللي كيبغيو يجيو لتايلاند سياحه، كيفاش يستافدوا من هذا السفر ديالهم في تايلاند ويمشيو لاكثر بلايص ممكن باقل بيدجي. المهم بالنسبه للناس مثلا اللي بغاو يدوزوا واحد 10 ايام او 15 يوم في تايلاند وبغاو يمشيو بلايص مختلفه، المهم بالنسبه للتوقيت الناس اللي كيبغيو يمشيو مثلا البحوره وداك الشيء، يعني في الجنوب في الساوث، دوك الايلاندز دوك الجزر تما في الجنوب، كنصحهم يجيو ما بين شهر 11 حتى لشهر 4. هاد البيريود ما كتكونش الشتا بزاف، يعني كيكون شويه زوين سخون الحال، يعني الجو تيكون كلير، يعني تقدر تسافر تبحر تعوم مع راسك والجو زوين. اما الا جيتي قبل شويه ولا من بعد شهر 3 غادي تكون شويه الشتا، مره كتغفلك، يعني من الاحسن بلاش. بالنسبه للناس اللي بغاو يجيو لتايلاند كما قلت لكم يدوزوا في بلايص، زعما يزوروا بلايص بزاف، عندكم اول حاجه تنصح تجيو مثلا لبانكوك. تجيو لبانكوك هي الاولى، تريحوا في بانكوك واحد تقريبا واحد 3 ايام. ما طولش في بانكوك 3 ايام، انا كنصح 3 ايام ما تفوتهاش في بانكوك. عندك بزاف ديال البلايص اللي تقدر تمشي ليهم، مثلا تمشي للقصر الملكي، راه تيكون تقريبا من نهار الجمعه، من نهار الاثنين للجمعه. تقدر تمشي، الثمن ديال التذكره هي 500 باط للاجانب، التايلانديين يمكن بالمجان والمقيمين. المهم التذكره ديال 500 باط غادي الدور في القصر الملكي كامل، تاخذ تصاور دي سوفونير، في الاخر ملي كتكمل الجوله ديالك في القصر الملكي كيعطيك واحد التيكي ديال انك تمشي تحضر واحد المسرح، تحضر واحد العرض ديال الثقافه التايلانديه ديال كاع الحضارات اللي دازوا في تايلاند، يعني كتفرج في داك الشو، وحتى الباص اللي يديك لديك المنطقه فابور، يعني كتوريهم غير داك التيكي، كتلقى الباص كيتسناك على برا، ديما تيكون كل ساعه ولا كل نص ساعه تيكون داك الباص احمر. المهم كيدير بك جوله وسط المدينه تقريبا واحد 15 دقيقه، وتوصلك حتى لذاك السينما، داك العرض المسرح، وصافي كتحضر لذاك العرض. يعني كتحضر لذاك العرض 500 باط، راه مزيانه، تقريبا واحد شحال، واحد 150 درهم 200 درهم تقريبا، ما كاملاش 200 درهم، واحد 150 180 درهم تقريبا. المهم كما قلنا القصر الملكي. وعاوتاني في الويكاند كنصح تجي قبل الويكاند شويه، واحد يومين بحال هكاك، باش تمشي للسوق ديال تشاتشو تشاك ماركت. انا كتبها لكم هنايا. المهم هاد تشاتشو تشاك ماركت هذا من اكبر الاسواق اللي كاينين في تايلاند، ومنه تقدروا تاخذوا لي سوفونير اللي ترجعوا معاكم باقل ثمن، يعني ما تحتاجوش تمشيو بلاصه اخرى. كاع لي سوفونير ديال تايلاند كامل، كاع البلايص اللي في تايلاند تلقاو لي سوفونير تما في ديك المنطقه، وداك الشيء ثمن رخيص. يعني راه كاين اللي كيجي لديك المنطقه باش يشري بالجمله باش يعاود فيهم البيع، يعني غادي تاخذوا ثمن رخيص، يعني ماشي بثمن في بلايص اخرين بالدوبل ولا التريبل ولا اكثر كاع. راه مثلا اكزامبل الحاجه تقدر تاخذها في داك السوق، مثلا شي بورتكلي نقولوا مثلا تاخذوا 5 دراهم، بلاصه اخرى تلقاه ب 50 درهم 40 درهم 60 درهم كاع، يعني نفسه هو. يعني داك الشيء كنصح تمشيو لذاك السوق سميتو تشاتشو تشاك ماركت، تيكون السبت والحد، وفيه الماكله ستريت فود، فيه داك الشيء ديال الصناعه التقليديه، فيه الحوايج، فيه اي حاجه طيح لك على بالك كاينه فيه، يعني غتقدر مزيان فيه وثمن مناسب رخيص. بلاصه اخرى فين تقدروا تمشيو المولز ضروري نتفلتوهمش في تايلاند. كاين واحد انا كنصح به بشده سميتو ايكون سايام، انا كتبوا لكم نيت هنايا. هاد ايكون سايام هذا جا حدا الواد ديال شاوبرايا ريفر. هاد ايكون سايام واحد المول كبير فيه البراندز المعروفين، فيه وسط منه كاين فلوتين ماركت، السوق العائم دايرين وسط المول، راه من اكبر المولات اللي شفتهم حتى انايا. يعني كاين ما يدار
تقدر تقضى فيه، وكاين داك السوق فيه تقليدي مصاوبين هو تقليدي وسط سميتو وسط المول. تقدروا دير واحد الفيديو تما تصور، تقدر تاخذ تشري دي سوفينير اللي راه كيتباعوا تما. ثمنها يكون شويه على من تاك ماركت، ولكن المهم كاين الماكله تما ستريت فود وسط داك المول. وواحد الحاجه تقدر ديرها انت قبل كاع، كاين داك شاوبراي ريفر اللي قريب ليه، كاين دوك الكروز دينر كروز، يعني دوك الباطويات ديال اللي فيهم العشاء، تيديروا بك جوله ديال ساعتين، كيدوروا بك حتى يوصلوا بك حدا ديك القصر ديال الملك اللي قلت لك تقدروا تمشيو ليهم، وكيدوروا بك حدا واحد المعبد سميتو وات ارون. المهم تا ولا بغيتو تمشيو ليه، المهم غادي نهضر لكم عليه من مور ما نكملوا على ايكون سايام. المهم كيدير بكم جوله، وكاين اوبن بوفي يعني تاكلوا اللي بغيتو، كاين سي فود، كاين المهم داكشي موجود. والسيت ديالهم الا بغيتو غنخليه لكم في الديسكريبسيون ولا اول كومونتير باش نديروا البوكينغ. وكاين بزاف ديال زعما دوك لي باطو اللي تقدروا تمشيو بهم، بزاف ديال السميات بزاف. المهم انا نحط لكم نتوما تختاروا. كاين الاثمنه على حساب، كاين 700 بات 900 بات 1000 بات على حساب البوفي كيفاش يكون، على حساب شحال من حاجه. المهم انا نخلي لكم اللين باش تدخلوا ولا بغيتو ديروا البوكينغ ديالكم داكشي. رجعنا لوات ارون. وات ارون هو واحد المعبد تايلاندي قديم بزاف يعني ضروري كنصحكم تمشيو ليه، تاخذوا التصاور ديالكم، واللي تقدروا تكريو اللباس تايلاندي في المعبد نيت وتصوروا به، يعني غتبقى ذكرى زوينه لكم. المهم هذه بانكوك فيها بزاف ما يتشاف. المهم الا بغيتو نهضر على بانكوك اكثر نهضر عليها، هي راه ما نساليش، ولكن المهم انا كنضرب 3 ايام راه كافيه. وضروري ما ننساش قبل ما ننساش واحد القضيه، بانكوك ملي تكونوا فيها ضروري خصكم تمشيو للحي الصيني شاينا تاون، ضروري تمشيو ليه، فيه الرواج بزاف، ستريت فود، فيه اي حاجه طاح لكم على بالكم كاينه فيه، يعني ضروري تمشيو ليه. دابا ندوزو الا بغيت مازال عندكم مع داكشي تقليدي وداك التاريخ وداكشي قديم، كنصحكم واحد البلاصه ما كيمشيوش ليها المغاربه بزاف، ما عرفتش علاش، هي العاصمه القديمه ديال تايلاند سميتها ايوتايا. هذا نكتب لكم هنا، هاد ايوتايا هذه المهم هي كانت العاصمه القديمه ديال تايلاند، وهي مقسمه فيها جهه المدينه القديمه وجهه المدينه الجديده. المدينه القديمه اغلبيه معابد. المهم كانت طرافت فيها واحد الحرب ما بين تايلاند وبورما، وحرقوا لهم دوك المعابد تما، وباقي لحد الان باقي ديك البلاصه هكاك تقريبا ردوها مزار سياحي، يعني تقدروا تمشيو ديروا تصاور تما. كاين السواق تما، سواق تقليدي قدام بالخشب، كلهم بالخشب، وداكشي زوين وثمنه مناسبين، يعني ما كاينش الثمن ما غاليش بزاف. كاين في دوك المعابد نيت اللي قدام تما كاينين الفيال، تقدروا تركبوا فيل تقريبا 200 حتى ل 500 بات، 60 درهم تقريبا حتى ل 100 درهم. يدير بكم جوله كبيره تقريبا 15 دقيقه ولا 20 دقيقه. ويعني كاين ما يتشاف في هذه المدينه هذه، يعني بغيتوا المعابد كنتو انتريسي بهادشي، وكاين واحد المتحف تما، يعني كاين ما يتشاف. هي تايلاند راه واخا نهضر عليها تنعيا راه ما نساليش، راه كاين بزاف ديال البلايص تقدروا تمشيو لهم. انا كنقول لكم نختصر لكم يعني البلايص اللي تقدروا تمشيو لهم. ندوزو لباتايا. باتايا ما بعيداش على بانكوك. المهم ايوتايا بعيده تقريبا بواحد 3 السوايع حتى ل 4 السوايع على بانكوك. باتايا بعيده تقريبا بواحد ساعه ونص حتى ساعتين على بانكوك. باتايا عاوتاني فين تقدروا تمشيو، كاين واحد الجزيره تما سميتها كولان، يعني تقدروا تمشيو لها، هي زوينه بزاف، كاين ما يتشاف فيها، ديروا دي فيديو تصوروا تصاور تما، تقضاو يعني تجربوا التجربه ديال السبيد بوت، يعني الزوراق، فهمتي، يعني كاين ما يدار تما، جزيره زوينه. عاوتاني باتايا فيها باتايا واكين ستريت، يعني تقدروا تمشيو في الليل تما، تمشيو لجومتيان بيتش، تمشيو بزاف ديال البلايص. باتايا زوينه بزاف حتى هي. المهم كنصح باتايا تمشيو لها نهار كافي فيها. من بعد نهبطوا للجزر. اغلبيه الناس كيعجبهم الجزر. انا كان غادي تشدوا الطياره من الا بغيتوا تشدوا الفان، يعني الميني بيس راه تشدوا تقريبا واحد 10 السوايع. بغيتوا تختصروا عندكم ساعه حتى ساعه ونص ما بين من بانكوك لبوكيت، الجزيره ديال بوكيت. تقدروا تمشيو من المطار ديال دوموانغ، ولا تقدروا تمشيو على حسب التيكي واش فيه رخيصه. المهم تمشيو باير ايجيا راه رخيصه. تمشيو ما بين بانكوك لبوكيت، يعني سوفارنابومي ايربور ولا دوموانغ ايربور الصغير. تمشيو لبوكيت عاوتاني كاين ما يتشاف فيها، تقدر تمشيو لديك تايجر كينغدوم، يعني تصوروا مع النمورات تلعبوا معاهم. تمشيو للبحوره ديال بوكيت، كاين ديزاكتيفيتي تما بزاف، دوشوا الفيل، تصوروا مع الفيل، تركبوا الفيل. تقريبا اثمنه كاين ما بين 3000 بات 4000 بات، يعني كتلقى المرت باك فيه مثلا غادي اكتيفيتي ديال الفيال، مثلا تعوم مع الفيال دوش ليهم وتلعب معاهم داكشي، ويديوك بداك اما ناشونال بوت الباطو الكبير ولا باطو صغير سبيد بوت على حسب الاثمنه، كتزيد شي حاجه اكسترا. كيديوك الجزر اللي قراب تما، كو ساموي كوبانغان، بزاف ديال الجزر اللي زوينين تما النيت، فيهم دي ريزورت، فيهم دي ريستورون، فيهم بلايص اللي دير فيهم لي زاكتيفيتي النيت.
المهم بالنسبه لهاد لي باكات ونخلي لكم واحد السيت تيحط لي باك اللي تقدروا ديروهم، كيجيو يدوك من لوطيل ويدوزو بك نهار كامل فيه الغداء، تقدر تلقى فيه حتى العشاء حتى هو انت يردوك في الليل. المهم على حساب كل ثمن وشنو فيه. بوكيت كاين بزاف ما يدار فيها، ضروري تمشيو لبوكيت تاون وتيكون تما في الويكاند تيكون واحد السوق اسبوعي ديالهم، يعني السوق ديال نهار الحد زوين بزاف وكبير، يعني تشوفوا يعني تاكلوا ستريت فود ديالهم وتقداو داكشي ديالهم، داكشي زوين. المهم انا كنصح تمشيو لبوكيت، ولكن بوكيت من كنصح تمشيو لها ما دوزوش فيها واحد مده كبيره، يعني واحد يومين 3 ايام ماكسيموم، والايام اخرين دوزو على دوك الجزر اللي تما. كاين جيمس بوند ايلاند كما كاين كوبانغان، وكاين واحد الايفنت فول مون بارتي ديما فاش يكون اكتمال القمر تيكون في بوكيت ودوك الجزر، ولكن احسن بلاصه هي كوبانغان. هاد كوبانغان الجزيره هذه تيكون فيها الاحتفال ديال اكتمال القمر، يعني كي الناس كيمشيو لجهه البحر تيبقاو من الليل كامل حتى لغد الصباح هما سهرانين كينشطوا كيضحكوا. بالنسبه للدراري بغاو يديروا التجربه هذه راه زوينه. المهم بالنسبه للاثمنه خليتهم هما الاخرين. الاثمنه دابا على حساب انا هادشي اللي قلت لكم، يعني هاد 3 المدن هادو ولا 4 ولا 5 المدن اللي قلت لكم يعني تقدروا تمشيو لهم شنو ديروا داكشي. انا كنقول انه بلا تيكي ديال الطياره بغيتو تعيشوا مبرعين نيت. لي زوتيل غادي نهضر عليهم في فيديو اخر، ندير فيديو صغير ونهضر عليهم بالتفصيل باش ما ندخلش لكم باش ما تلفوش. المهم نعطي واحد النبذه اليوم على لي زوتيل. المهم انا تنقول واحد ما بين 8000 درهم حتى 10000 درهم. بغيتي تبرع كاع 15000 درهم راه تعيش فوق، تعيش جنه يعني الشخص الواحد. والتيكي على حساب تقدر تلقاه ب 9000 درهم على روتور المغرب، تقدر تلقاه ب 8600 درهم، تقدر تلقاه ب 10000 درهم. هذا هو الرينج، يعني هذا هو الثمن اللي تقدر تلقاه. يعني غير قلب مزيان وديما انت ان ادفانس ديما تشري التيكي ديالك واحد شهرين ولا شهر ونص قبل. المهم كما قلنا على لي زوتيل ما نهضرش عليهم بزاف، تندير عليهم واحد الفيديو خاص. لي زوتيل كما عارفين راه في تايلاند راه رخاص على المغرب بزاف. هنا كيشجعوا السياحه الداخليه والخارجيه، يعني تقدر تلقى اوتيل واعر بزاف 4 نجمات ولا كذا تقدر تلقاه ب 180 درهم 250 درهم 300 درهم 400 درهم، يعني ما يفوتش هذا الثمن هذا. وطل واعر بزاف فيه كاع الفاسيليتيز، يعني كاع داكشي اللي تبغي فيه. لي ريزورت عاوتاني هنا بزاف، مع كاين المنافسه تيطيحوا الثمن والكاليتي كطلع. يعني هادشي علاش اللي زوين في تايلاند عندنا كاينه المنافسه ما بين الريزورت ولي زوتيل، يعني ما تلقاوش مشكل في الاثمنه. بوكيت غادي تكون شويه طالعه على باتايا وعلى بانكوك، ولكن ماشي بشي ثمن اللي كثير يعني دخلوا غير الاغودا وقلبوا راه ما تلقاو راه الالاف ديال لي زوتيل كاينين في تايلاند، يعني باثمنه واعره كاع. كنظن بارك علينا في هذا الفيديو هذا. الا خصاتكم اي حاجه اي معلومه قولوها لي. المهم راه ما نسيتكمش غادي ندير لكم واحد الفيديو على لي زوتيل والاثمنه وداك الشيء بالضبط ان شاء الله. المهم كانت عندكم اي افكار اي حاجه بغيتو نهضر عليها خليوها لي في لي كومونتير، وما تنساوش الانستغرام ديالي هو هذا الانستغرام ديالي، تقدروا تواصلوا معايا ما فهمتوش اي حاجه مرحبا بكم. المهم كما قلت لكم مره اخرى ما تنساوش واحد لايك وبارطاجيو الفيديو اللي عجبكم، وخليو لي واحد كومونتير قولوا لي شنو بغيتو نديروا في فيديوهات جايه ان شاء الله. المهم دابا سالى الفيديو ديالنا، نشوفكم في فيديو جديد، يلا بيس.